مرحبا بكم في نشرة الأخبار الرياضية، حيث نقدم لكم أحدث وأهم الأحداث والأخبار في عالم الرياضة من مختلف أنحاء العالم. إذا كنتم مهتمين بمعرفة آخر المستجدات والأخبار الساخنة في عالم الرياضة، فأنتم في المكان الصحيح. ابقوا معنا لتكونوا على اطلاع دائم بأحدث المستجدات الرياضية. خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء اليوم الاثنين أول حصة تدريبية استعدادا للمباراتين اللتين سيخوضهما يومي السبت 9 شتنبر الجاري أمام ليبيريا بمدينة أكادير، والثلاثاء 12 من الشهر نفسه أمام بوركينا فاسو بمدينة لانس بفرنسا. وركز وليد مدرب المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم التي أقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وامتدت لحوالي 1:30 دقيقة على الجانب التقني وإزالة الإعياء. وكانت العناصر الوطنية توافدت تباعا على مركب محمد السادس لكرة القدم صباح اليوم الاثنين من أجل الدخول في معسكر تدريبي. وأعلن الناخب الوطني الأسبوع الماضي عن لائحة المنتخب المغربي، وشهدت المنادة على مجموعة من الأسماء لأول مرة، مثل اللاعب أمين عدلي لاعب بايرن ليفركوزن، وتصعيد مجموعة من اللاعبين من منتخب أقل من 23 سنة كأمير شارد سوان وإسماعيل الصيباري، فيما غاب عنها حكيم زياش.